يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نكمل بقى الموضوع التاني اللي كنت هكلمكم فيه في الفيديو اللي فات، وهي كانت قصة كنت بتناقش فيها كده انا وولية امر. ولية امر بتكلمني تقول لي انا زعلانة جدا من نفسي يا مستر. فبقول لها ليه؟ قالت لي انا عملت حاجة بصراحة مش راضية عن نفسي خالص. قلت لها ايوه، ايه الموضوع؟ في ايه؟ قالت لي النهارده امتحان بنتي، ولقيت المستر بتاعها باعت لي الاجابات على الواتس بتاعت الامتحان كلها. فانا معرفش ارتبكت كده واتخضيت، وفي نفس الوقت اتصلت بولية امر تانية، هي بيستنوا الولاد تحت اللجنة يعني. تمام، بس ولية الامر اللي بتحكي لي دي هي ما بتعملش كده، بس اولياء الامور التانيين بيروحوا بقى. فاتصلت عليها وبتقول لها ايه اخبار الامتحان؟ قالت لها الامتحان زي الزفت والعيال مش عارفه تحل ومش عارف ايه وكده. قالت لها طب انا معايا اجابات الامتحانات. قالت لها بعتيها حالا. ها، كتبتها في ورقه وراحت بعتتها مع بنتها التانية. هم كلهم قريبين من بعض يعني. فقعدوا يغششوا الولاد. هي زعلانه من ان هي عملت كده، ان هي يعني اتصرفت تصرف مش صح، ان هي ساهمت ان الولاد يغشوا وان هم ما يعتمدوش على نفسهم، وان هي اصلا طول فترة الامتحانات كان بيحصل نفس الفكرة دي، ان هم اولياء الامور بيأجروا ميكروفونات ويجيبوا الاجابات بتاعة الامتحانات ويقعدوا يغششوا في الولاد. لدرجة ان في مرة حصلت شكوى في اللجان اللي هي على الشارع دي، وشددوا عليهم في التصحيح والكلام ده كله. بس اتضح ان ده السائد عندهم، والسائد في المحافظة اصلا كلها. تمام، هي محافظة بره القاهرة اصلا. فالمهم ولية الامر بتقول لي انا زعلانة من نفسي، انا ايه اللي انا عملته ده؟ المفروض افكر قبل ما اتصرف تصرف زي دون بس انا والله مش عارفة. يعني كل اللي جه في تفكيري ساعتها ان انا خفت على البنت قوي. الامتحان ده كان فعلا صعب وكان رخم وفيه حاجات داخلة في بعضها كده. هو كان امتحان في الاعدادية. تمام. فهي متضايقة من الفعل. فانا عشان اهون عليها فكرت، يعني اللي هو عايز اهون عليها اقول لها ايه؟ طيب هي متضايقه جدا وحاسه بتأنيب ضمير، ولدرجه ان هي حاسه بذنب ان هي ممكن بنتها تسقط بسبب ان ربنا يعاقبها بحاجه زي دي. فقلت لها طب بس بالراحه كده، تعالي نفكر. يعني ايه اللي سيطر عليكي اصلا في الوقت ده؟ اللي سيطر عليكي في الوقت ده ان انتي خفتي. ودي مصيبه احنا واقعين فيها اصلا، ان احنا ما بقاش عندنا ثقه. مبقاش عندنا ثقة في حد، ولا في اللي قدامنا، ولا في اللي بيتقدم لنا. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي العيال يا عيني بصراحة في كتير بيأثروا، في كتير جدا بيأثروا، بس في ولاد تانيين بيبقى طالع عينيهم دروس وسهر ومروح للدروس ورجوع من الدروس متأخر، والاهالي يا عيني مع بناتها بقى رايحة جاية. تمام. مصاريف دروس ومصاريف كتب ومصاريف اكل وشرب طول السنة ومصاريف مروح ومجي ضغط نفسي وضغط مادي، واكتر ضغط مادي كمان اكتر من ان هو نفسي، وضغط جسدي وضغط في الوقت. حتى في اوقات الشتاء العيال بتبقى يعني متمرمطة، يعني العيال بتروح دروس اكتر ما بتذاكر تقريبا. تمام. وده غير بقى الولاد المجتهدين بقى، واللي بيقعدوا بقى يذاكروا ويدحوا ويعملوا مش عارف ايه، في الاخر يجي لهم امتحان رخم. اللي هو انت ليه بتعمل كده؟ يعني انت ليه قاصد تضيق على الناس؟ ما تجيب امتحان سلس، اللي مذاكر يجيب درجات عالية واللي مش مذاكر قوي يعرف ينجح. ليه دايما حاططنا في خانة ان انا مش واثق اللي هيحط الامتحان ده هيجيبه عامل ازاي، او انا مش واثق ان اصلا انا هعرف اعدي من الامتحان الزفت اللي هتعرض له ده. طب وانت ليه دايما حاططنا في ضغط؟ ما كفايه الناس اصلا مضغوطه لوحدها، العيال مضغوطه، اولياء الامور مضغوطه، وفي الاخر ممكن ما يجيبوش المجاميع اللي نفسهم فيها. ليه كده؟ يعني ليه توصلونا للمرحله دي؟ اولا التعليم في مصر، انا دايما بقولها وهقولها بقى علني، التعليم في مصر زي الزفت. زي ده اذا ما كانش في اسوأ من الزفت كمان. يعني لو في اسوأ من الزفت نقول هو ده التعليم في مصر. ايه يا
جماعه؟ في ايه؟ في ارحموا الناس شويه، ارحمونا بقى، ارحمونا وارحموا نفسكم وارحموا الناس. ارحموا نفسكم من عقاب ربنا من اللي انتوا بتعملوه في الناس ده، وارحموا الناس من ان هم يا عيني مضغوطين وطافحين الدم وقرفانين مع العيال، وكمان والعيال اللي بتذاكر فعلا ومجتهده. العيال بتبقى يا عيني عامله زي اللي عندها السل من كتر الضغط النفسي اللي هم فيه، والمذاكره والوقت مش مكفي والضغط والمناهج كبيره جدا. ايه؟ ارحموا العيال شويه، وارحموا اولياء الامور شويتين. حرام، حرام اللي احنا فيه. احنا بجد بنضحك على بعض. انا واحد من الناس لما باجي يعني اشرح انا مش مقتنع بالمناهج دي اصلا، بس بقول مفروض علينا كلنا، هنعمل ايه؟ عادي، خلينا نشوف اخرتها ايه، بس ملهاش اخر، ملهاش اخر. احنا وصلنا لمرحله ان اولياء الامور ما عندها الثقه ان عيالها ممكن تنجح. طبعا هتقولوا طب ما هو بيغشوا وبيعملوا وانتوا ضيعتوا حق العيال اللي بتذاكرت ما هو علشان نفس الفكره، نفس الكونسبت برضو. مفيش ثقه، مفيش ثقه بقى. اللي بيذاكر زي اللي ما بيذاكرش لانه كله بيغش. نيجي بقى دي بقى النقطه الثانيه بقى الانيل، تمام، واسف بقى الاوسخ، المدرسين. ربنا ينتقم من المدرسين اللي بتعمل كده بجد. ربنا يعني ربنا يهديهم، بس بجد هم ما عندهمش ضمير، ما عندهمش ضمير. يعني ليه بقى؟ مدرس، ودي بقى انا بشوفها كتير كتير كتير. ايه ده؟ انا تقريبا مش بشوف غيرها الا من رحم ربي. دول يعني يتعدوا على الصوابع من الملايين اللي موجوده. حرام. المدرسين بقى استغلال، استغلال في فلوس الدروس، استغلال في ان هم بيخترعوا حاجات عشان ياخدوا عليها فلوس، استغلال ان هم بيخلوا العيال تصموا بس، مش مهم فاهمين ولا مش فاهمين، تمام. ده غير بقى اللي هو يقول لك ايه، الاقي عيل طالع ابيض يا ولد مش فاهم حاجه اصلا، مش عارف حاجه اساسا. طب انت يا بابا يقول لك اصل المدرس بيقول لنا مش مهم، انتوا ليكوا ان انتوا تنجحوا وخلاص. يا حلاوه، يا جمالك انت. تدخل بقى توسع عليهم في اللجنه، ولا انت لو انت المراقب في المدرسه هتغششهم وخلصنا على كده، والعيال تطلع على الحميد المجيد. طب ما انت كده فعلا، ما انت ضيعت حق العيال اللي بتذاكر. ايه يا عم انت في ايه؟ ارحموا نفسكم، ارحموا نفسكم من عقاب ربنا او من حساب ربنا. اللي انتوا بتعملوه ده حرام. دي مهنة اساسا من اسمى المهن. انتوا بتهينوا نفسكم قبل ما بتضيعوا حق العيال دي، وبتضيعوا نفسكم قبل ما بتضيعوا العيال دي. تلاقي العيل مش فاهم حاجه ويقول لك ما هو انا هغش، ما المدرس هيغششني. يا حلاوه يا صلاه النبي. طب يبقى دي المنظومه كلها ايه؟ منظومه فاشله. ما بقاش في ثقه من اولياء الامور للمدرسين، ما بقاش في ثقه من اولياء الامور للمنظومه اصلا. بقى في دايما ظلم زي اللي بيحصل في الثانويه العامه. كل الناس بتبقى خايفه تدخل عيالها في ثانويه عامه. ليه؟ العيال بتطلع دروس بألوفات. تلاقي اقل ولي امر كده هيصرف دروس بس 30 40 الف جنيه في السنه. ده اقل حاجه، 30 40 الف جنيه في السنه، تمام. وبعدين هتلاقي العيل هو وحظه بقى، عامله زي القمار كده، يا يجيب مجموع يا ما يجيبش. هي مش فكره بقى طالب ذاكر وطالب ما ذاكرش. هتقولي ما في ناس بتطلع اوائل الجمهوريه، اشمعنى دول؟ توفيق من عند ربنا. واشمعنى العيال التانية اللي يعني بتذاكر بال 12 ساعة وما بتجيبش مجاميع حلوة في الآخر؟ ليه؟ دي قدرة بقى. دي كده احنا بنخاطب القدرة. ليه؟ يبقى كده الامتحانات اللي بتتحط دي ما بتتحطش على مستويات قدرات، دي بتتحط هو امتحان بقى حلو. يا عم يا عم، ما في حاجة اسمها قدرة، في حاجة اسمها ان ده طالب ذاكر بس هو ما توفقش عشان انت جايب له امتحان زي النيلة يحله ازاي ده؟ اعمل امتحان يخاطب كل القدرات، ما تعجزش الناس. انت بتنبسط بتعجيز الناس ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان تنفذ سياسة؟ يعني نعلقوا السياسة. حرام عليك الناس يا اخي، حرام عليك الناس. انا مش عارف اقول ايه اكتر من كده، مش عارف. بس انا منفعل بسبب ان
احنا وصلنا لمرحله، بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي، الناس ما عندهاش ثقه في بعض، ولا في المدرسين، ولا في الوزاره بتاعه التعليم اصلا. احنا بنتكلم على وزاره التعليم بس. تمام. فارحموا الناس، ارحموا من في الارض عشان يرحمكم من في السماء. لان الناس فعلا مستويه، الناس فعلا مش قادره. هتلاقيها منين؟ هتلاقيها من وزاره التعليم، ولا هتلاقيها من الحياه، ولا هتلاقيها من الشغل، ولا من السياسات المفروضه في الحياه علينا، ولا من القرف، ولا من الزهق، ولا من الضغط، ولا من الفقر، ولا من العوز، ولا من ايه بالظبط؟ ارحموا الناس، ابوس ايديكوا عشان ربنا يرحمكوا حتى. هتقول لك ما هي دي الحلول اللي موجوده. لا يا حبيبي، في حلول، في حلول، ودايما في بدايل، دايما في بدايل، بس للي عايز يلاقي بدايل. فكروا ازاي تهونوا على الناس علشان ربنا يهونها علينا كلنا ويهونها عليكم. ارحمونا بقى، وارحموا الناس بقى بجد. طبعا انا كل الناس بعد الفيديو ده هتقعد تقول لي انت ازاي بتتكلم كده، انت مش خايف على نفسك؟ لا مش خايف، مش خايف والله، مش خايف. ومش مهم بقى، احنا مش هنفضل طول العمر خايفين بقى عشان نقول كلمة يعني بنطلب بيها الناس ان احنا بس نترحم بس. حرام، حرام اللي الناس بقت فيه ده. الناس بقت مش عارفة تفرق بين الصح وبين الغلط بسبب ان ما بقاش فيه ثقة، بسبب ان ما بقاش فيه امان. مفيش امان اصلا. يعني لو الناس عارفة يعني ايه ثقة ويعني ايه امان، اللي ذاكر يذاكر، واللي اجتهد ليه نصيب، وخلاص خلصنا. لكن الناس بقت خايفة، يقول لك لا لا لا، انا الحق ابني بأي شكل. هم ضيعوا نفسهم وضيعوا العيال يا عيني من غير ما ياخدوا بالهم، وهم مش قصدهم، بس خايفين، خايفين من اللي بيشوفوه حواليهم طول الوقت، خايفين. واللجان دي على فكرة واقف عليها أمن، واقف عليها شرطة، ولا بيعملوا لهم حاجة. بيتحركوا امتى؟ بس لما الأمر يتأفور زيادة عن اللزوم. لكن ما بيتحركوش علشان المصلحة العامة. ارحموا الناس شوية، ارحموا الناس، ابوس ايديكوا شويتين 3 4 كده، عشان الناس بقت خايفة طول الوقت. لو اختفيت انا بقى بعد الفيديو ده اعرفوا انا رحت فين خلاص يعني. يلا اشوفكم بقى ان شاء الله لو في نصيب في الفيديو اللي جاي. مع الف سلامة.